السلام عليكم وحلقة جديدة من حلقات فاصلة تك. وكنا اتكلمنا قبل كده ان هدف من فاصلة تك ان احنا نبدأ نشير مع بعض النولج في خاصة في موضوع الشغل والخبرات. تسمع مثلا حد عدى بنفس الخطوات بتاعتك، او انت ممكن تكون في مرحلة محتاج حد تسمع خبرة حد عدى بيها، يقول لك مثلا تجربته كانت ماشية ازاي، ايه الحاجات الكويسة اللي عملها سرعت من البروجرس بتاعه، إيه الاخطاء اللي عملها في فبطئته او يعني يقول لك انت تجنبها. فمن هنا بقى ببدا ارحب بصاحبتي وصديقتي مروه، واحدة من أحسن الناس اللي اتعاملت معاهم، وكانت شاطرة جدا. ويمكن اتفاجئت إن هي خريجة صيدلة، فكانت بالنسبة لي دي مفاجأة، اللي هو إيه ده إزاي. فأنا متأكدة إن التجربة بتاعتها ممكن تريليت مع ناس كتير جدا، يكون عايز يعمل يوصل مثلا يدخل كارير التكنولوجي او يدخل الكارير الداتا واكاديميك، هو ما كانش دارس، فعايزين نشوف هو ممكن يعمل الانتقال ده ازاي. هنعرف اكتر عن يعني التجربه بتاعتها، وهي دخلت حاجات كتير جدا، فمتاكده ان تجربتها هتبقى غنيه لناس كتير، وهي ان شاء الله يدوكوا بوش كده للقدام. اهلا بيك يا مروه، ازيك، عامله ايه؟ اهلا بيكي يا انسه يومين. الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بصي، اول حاجه كده تعالي عرفينا بنفسك كده عشان الناس تعرفك اكتر، من ناحيه الاكسبيرينس بتاعتك، وانت دلوقتي شغاله في ايه. اوكي. بصي، هو زي ما انت قلتي هي قصه طويله جدا، فممكن people can relate في اجزاء منها. بالذات حته ممكن بيسموها career shift، او ان هما evolution في حياتهم، او هما ممكن شايفين هما في مكان معين في الشغل دلوقتي مش عاجبهم مديرهم، مش عاجبهم اي حاجه وعايزين يغيروا يطوروا. في ناس فاكره كمان ان هو انا اتخرجت بقالي كذا سنه، هل ينفع ان انا اعمل دلوقتي تغيير في حياتي ولا لا؟ فهي الفكره بس في المايند شيفت، ان هو انت لازم تغير في دماغك شويه، ان مفيش حاجه مستحيله طالما انت حطيت بس فكره ان انت عايز تغير. فتعالي احكي لك عن نفسي كده شويه. انا اولا اسمي مروه عشره، انا اسكندرانيه. اوكي. وانا اكشلي صيدلانيه زي ما انت قلتي، كلينيكال فارماسيست. انا اول دفعه تتخرج اصلا من بكالوريوس جامعه اسكندريه لكلينيكال صيدله كلينيكال. وفي كذا سيرتيفيكيشن بقى عديت عليها في النص. انا اولا ما كنتش طول عمري نفسي ادخل في صيدله خالص. انا للناس اللي ريليت، انا شخصيا مش بحب الكيمستري خالص. كنت اي جي، دخلت او ليفل كيمستري جبت سي، فعادي جدا. درجات مش هي الكارير بروجريشن يا جماعه، الدرجه بس هي رقم في الكليه وفي المدرسه، وبتتخرجوا وبتكملوا عادي. بس الفكره في السعي، الفكره انتوا تكونوا بتحبوا ايه. انا كنت عارفه من ايام ثانويه ان انا بحب بيولوجي، بحب ماث، بحب فيزيكس، انا بجيب درجات فيهم عشان انا شاطره في الحاجات دي. فالفكره انا عارفه انا بحب ايه versus انا مش بحب ايه. بس اتوفقت في السنين في الجامعه في الحكومه ان انا بقدم في العادي زي كل البشر والطلاب بيقدموا بعد الثانويه على الكليه. هل بيدخلوا الكليه اللي هم their dream college؟ لا، عادي. في ناس بتدخل برايفت، في ناس بتدخل عادي public universities. على فكرة كلنا في مجال الشغل زي بعض سواسية، ولا بقى بتفرق job profile titles ولا أي حاجة. ممكن اللي بتفرق النتورك. It's not about the universities. هي step عادي في التعليم، وانتوا في الآخر تاخدوا الستep دي وتشوفوا انتوا عايزين تكملوا بيها ازاي. فانا دخلت صيدله especially clinical عشان هي كانت 3 سنين صيدله، سنتين طب بشري من الاخر. وكان معايا اكتر مدرستي صحابي my best friends داخلين الكليه دي. المجمع الطبي كان في اسكندريه، في طب اسنان، طب بروح السكاشن بتاعتهم، فهي كانت فنفنه. قضيت، انا عرفت برضو انا بحب ايه وما بحبش ايه. نزلت صيدليات، اتدربت، لقيت انا مش لاقيه نفسي. طيب نزلت ميديكال ريبريزنتيف، فدي حاجات سيلز، انا مش بياع من الاخر، انا ما بعرفش ابيع، ما عنديش. في ناس عندهم اتقان يبيعوا اي حاجه جنبك. اكزاكتلي. سيلز ماركتنج تلاقيه بيبيع لك الهوا. انا مش كده. فهتلاقي اللي انا بقول very good review about انا عاجبني ده ولا مش عاجبني ده، ومش هعرف اللي انا ابيع فعلا الحاجه اللي قدامي. فانا طول عمري بحب ايه؟ بحب الداتا، بحب ان انا افصص الحاجه، انالايز ات، اطلع منها حاجات. في اطفال صغيره بيحبوا الليجو ويركبوا حاجات، هي دي الفكره اللي انت بتحب ايه تعرف تلاقيها. ففي الاخر
لقيت ان انا طب كملت، لقيت ان انا بقيت clinical pharmacist على فكره للبيشنتس الكانسر بيشنتس، بقيت بحضر كيماوي. كنت بحب الموضوع ده، بس لقيت ان انا برضو passionate في المركز الطبي اللي انا كنت شغاله فيه في الميديكال ريكوردز. البيشنت لما بيدخل شويه بيانات بتتحلل ازاي، بنطلع بيها، هل بنطلع بالريسيرش؟ لقيت ان اصلا ما فيش الحته دي في جمهوريه مصر العربيه في المجال الطبي، بس في مجالات تانية، وانا ما كنتش عارفه وقتها ان هي الكلمه دي اسمها داتا ساينس. وفي مجالات اشغال كتيره جدا تحت الداتا، داتا انجينيرنج، داتا اناليسيس، ماشين ليرنينج، بعد كده اي الحاجات دي انا ما كنتش عارفاها وقتها عشان مش خريجه هندسه. سبحان الله اللي انا ادخل بعد كده اول ماجستير ليا الفارم دي دكتور اوف كلينيكال فارماسي، اخلصها 2017. وهنا ممكن اجيلك انسان زي انا وانت كده بالنتورك، اهميه النتورك في الحياه، واللي انت تسيب اثر طيب مع الناس. سبحان الله ان زمايلي في الشغل يفتكروني بعدها 2018 بعد ما اتخرجت بسنه الفارم دي، يقولوا لي في حد عامل بوست على الفيسبوك وانت ما عندكيش عندكيش فيسبوك فمش عارفه تقري البوست ده، روحي اساليه على مجال ازاي هو خلص صيدله ودخل الاي تي اي سمارت فيليج ال 9 month program بتاع data science and big data analytics. اروح اساله فعلا و I contact the other person ويجي يقول لي فعلا يا مروه انت كنت عامله dissertation، انا كنت الوحيده dissertation في الفارم دي اللي عامله مش ادويه ومرض، انا عامله على داتا بتاعت مستشفيات. انا عامله 2 بحث وعامله كويشنير كلهم بالديتا. فقال لي ده انت الوحيده اللي في الدفعه اللي فعليا كنت متميزه. طب بصي ذاكري 1 2 3 4. ذاكرتهم. انا كنت فعلا وانا بركب مواصلات انا على موبايلي قاعده بذاكر بروجرامينج، وانا علمت نفسي بروجرامينج فروم سكراتش. سيكوال بايثون قاعده بلعب كده، لقيت ان انا حبيت الموضوع. يا جماعه الموضوع جاي سهل يعني it's not that hard طالما اللي انت you're passionate about it. ايوه بالظبط، ان هو انا فعلا بتسلى، انا الموضوع مش غلس عليا ومش مذاكره. ففي ناس عندهم تلقائيه كده، انا لقيت نفسي في الحته دي. فسبحان الله اللي انا اقدم الاي تي اي معروف ان هو مئات البني ادمين بيقدموا على تراك واحد. سبحان الله ان انا واحده من 15 بني ادم اتقبلوا في 2018 في التراك بتاع داتا ساينس اند بيج داتا اناليتكس. سبحان الله اللي انا من السنين اللي هي كانت التراك ده كان اول 3 شهور احنا بندرس مع تراك اي ار بي، فاعرف يعني اي ار بي ويبقى اصحابي منهم ويعرفوني عن اوراكل واس اي بي والداتا انتري بقى في الحته دي، وازاي الشركات شغاله بالبرايسنج والفاينانشالز. وفي نفس الوقت لما وي ديفايد اعرف من باقي الشهور ان انا ماسكه كل حاجه. التراك ما كانش اتقسم، فكان انا وقتها داتا اناليتكس داتا انجينيرنج مع بعض وماشين ليرنينج واي اي مع بعض والداتا ساينس، فما كانش في حته الديفيجن. بعد ما انا اتخرجت عملوا حته الديفيجن. فإتس a career journey سبحان الله. اللي أنا في ناس ممكن تقول career shift، أنا بالنسبة لي هي career progression. طيب حلو جدا. طيب عايزه اسالك، ما جالكيش مثلا نقطه كده انت خفتي مثلا قلتي طب ما انا كده يعني مثلا اي تي اي هقعد 9 شهور، طب 9 شهور دول ممكن اكون اضيع مثلا وقت فيهم، ممكن ما استفدش، ممكن لا اللي انا فيه احسن؟ يعني ما خفتيش مثلا من الستيب نفسها انك تاخديها وتبقى مثلا ستيب غلط، او مثلا لا طب ما انا دلوقتي في الامان وحاجه انا عارفاها، الناحيه الثانيه الله اعلم ممكن اصلا ما اشتغلش، ما هو في ناس خريجه هندسه فده يختاروني انا مثلا ويسيبوا بتوع هندسه، خاصه ان في هندسه بيدخلوا اي تي اي فهو عنده المستين يعني اللي هو خريج هندسه وخريج اي تي اي. فهل ما جالكيش مثلا الخوف ده؟ بصي طبعا، ولغايه دلوقتي كل واحد بيكون خايف، بس هو ارزاق من عند ربنا. تعالي نقولها على كده، هي فعلا رزق من عند ربنا، واحنا كل ما علينا هو السعي، وفي الاخر ابواب بتتفتح. انت بنيتك الحلوه ربنا بيجيب لك حاجه في مكان انت ما كنتيش عارفه هي اصلا فين. طيب الحته بقى بعديها، احنا دلوقتي خلاص وصلنا للاي تي اي ودخلتي جوه الاي تي اي، قولي اهميه اصلا خطوه الاي تي اي في حياتك. يعني دلوقتي ده تقريبا دي اول مره بقى تتعرفي على المجال بتاع الداتابيز وتعرفي مفاهيم شويه مختلفه عن اللي انت كنتي واخده عليه. فطريقه التعلم نفسها كانت ماشيه معاكي ازاي؟ يعني كان سهل عليك؟ انا كنت داخله ببيزكس طبعا. اكزاكتلي انا كنت داخله ببيزكس at the end of the day، مش بروجرامر، انا مش البروفيشنت خالص. فزي ما انت قلتي انا معايا في الدفعه باقي ال 14 طالب حاسبات ومعلومات هندسه، دول بالنسبه لي تنين مجنح.
اللي هو انت مش محتاج اصلا الكورسات دي يا جماعه، انتوا عارفين بروجرامينج. فهي من الاخر فكره ان احنا 15 طالب بنتعلم مع بعض، بيعلمونا سوفت سكيلز قوي جدا، عشان at the end of the day الحد بيتكلم داتا no matter هو من داتا انجينير لغايه AI، هو لازم يكون بيعمل بريزنتنج للشغل بتاعه كويس قوي، يا اما مش هيعرف يتكلم بزنس، فخلاص هو انت كده تكنيكال من باك اند. وال 14 طالب اللي معايا انا دلوقتي بقول هم عيلتي، فسبحان الله انا توفقت في تراك حلو فعلا. والاي تي اي معروفه كمان إيه اللي بيتخرج منها. يعني احنا اول شغل كنا مع بعض، احنا كان معانا باقي دفعه الاي تي ايز اللي اكبر مني واللي اصغر مني. احنا بنتحط في اي working environment في اي حته، احنا بنلم بعض وبنساعد بعض. فده الانفايرمنت اللي هم في الاي تي اي بيعلموه، حته ان انتوا اعتمدوا على حد تاني، عشان انتوا مش لازم تبقوا احسن بروجرامر عشان تبقوا كويسين. وده سبحان الله اللي انا من اكتر الناس اللي جالهم بعد الاي تي اي جوب فير. انا جالي 7 اشغال في الجوب فير بتاعت الاي تي اي، انا تقريبا كنت الوحيده. ليه؟ عشان كل ما انا بدخل في حاجه it's more about soft skills. والفكره اللي انت بتتكلم عن نفسك وبتحط نفسك بره الصندوق، وبعد كده اي مانجر شاطر في انترفيو هيلقط ان انت تمام كبيرسون، انا عايزه اعينك وانا هعلمك تكنيكلي. وفي تيم انت بتشتغل معاك، الحتت الجابس اللي عندك هيكملوك، انت ما بتشتغلش لوحدك. فدي المانجرز الشاطره اللي في السوق سواء مصري او بره مصر، اللي يلقطوا لحد اللي هو you just have a passion، الحته الفليم اللي جوه اللي معاك. والطلاب اللي معايا كمان هم فعلا كانهم عيلتي. المواقف اللي في 9 شهور يعلموني، يقعدوا جنبي. عايزه اقول لك ان انا مثلا ما كنتش بحب جافا خالص كبروجرامينج لانجويج، فده من الكورسات اللي انا كنت بعاني فيها. انا فعلا فهمت او بي، بس انا بعاني في الجافا. على فكره برضه مش بقى على اكتر يعني. في ناس تانية بتيجي معاهم سلسه جدا، انا يا جماعه انا مش فاهمه. وهي الفكره بس المايند شيفت اللي هو طب تمام مش لازم تشتغلي بيها از داتا ساينتست، يعني تمام هعدي عليها از كورس برضو، نعدي الجريد ونكسب في الحاجات التانية. سيكوال، بايثون، ار، الحاجات بقى بتاعت البيزنس انتليجنس كمان، باور بي اي وتابلو والحاجات دي انا شاطره فيها جدا. فتعرفي ماشي. برضو انت بتعرفي بتحبي ايه. بس عايزين الاول نوصل هو عشان الناس تعرفك اكتر، انت دلوقتي ماسكه ايه وايه التايتل بتاعك دلوقتي، بحيث يعني يبقى عارفين النهايه اللي هنوصل لها، ونمشي بقى مع الجيرني من اول اي تي اي لحد ما نوصل للنقطه دي. فعارفين اكتر دلوقتي عن التايتل الاساسي حاليا يعني. اوكي، انا حاليا داتا ساينس ادفايزر في في تكنولوجي كومباني. اوكي، وكنت قبل كده في تيليكوم كومباني، كنت ليد داتا اناليست. وانا دخلت اكشلي في التكنولوجي كومباني اللي انا حاليا فيها كسينيور اناليست، والحمد لله بعد 1.5 سنة كنت مترقيه كادفايزر. حلو جدا. فيعني ايه، خلينا نقول انت عندك خبره كويسه في المجال الداتا ساينتست، ممكن نستفيد منك لو عايزين نعرف لو حد عايز يدخل تراك الداتا ساينتست يدخلوا ازاي وايه الخطوات اللي نعملها. بس هنمشيها الاول ايه ستيب باي ستيب كده. ف اي تي اي هي حطتك، يعني نقول مثلا دي الخطوه اللي حطتك على الطريق يعني، او اديتك الكواليفيكيشنز اللي تقدري بيها تقدمي لشركه، او شركه تقدر تشوف السي في بتاعك وتدخلي وهكذا. فخلينا نقول بقى اول تجربه شغل بقى، ايه حسيتي ايه التشالنجز، بما انك كنت قبل كده كمان كنت شغاله في مجال الصيدله، ايه حسيتي التشالنج في فكره الشركات بقى، وانك اول مره بقى اشتغل دلوقتي ك كمجال التكنولوجي او مجال الداتا. اوكي بصي، هما كذا حاجه اكشلي. اولا الوركينج انفايرمنت في مجال صيدله، انت شغاله في مستشفى، انت مش قاعده على كرسي، مش بتكلمي لابتوب. ثانيا خدي الفكره دي كمان زوديها، ان انا بعد 2 ما انا دخلت، او 1.5 سنة اكشلي من اللي انا دخلت المجال ده، كوفيد هيت. فانا بقيت بكلم شاشه. فانا بالنسبه لي يا جماعه هو مهندسين بيكلموا الكمبيوتر كده على طول، يعني انا عايزه اكلم حد فيزيكال قدامي. فانا ما لقيتش دي اللي هو في واقع اختلف تماما. بالظبط، اللي هو انا قاعده في اوضه فعلا، ما بقتش بروح المكتب اكلم بني ادمين. فانا كنت بروح افطر معاكي الصبح، ده كمان اللي هو بيهون شويه، اللي انا قاعده على مكتب الواحد ظهره وجع وخلاص. ويعني
اختلاف تماما بقى في الوركينج انفايرمنت. تعالي على كده المايند سيت كمان بتاع احنا زي المونوبولي، بتشتغلي مع مين؟ مش بتشتغلي لوحدك. ممكن في صيدليه او في مستشفى او وات ايفر انت بتأدي مهمه لوحدك. في الداتا وير هاوس اللي احنا كنا بنشتغل فيه اتس ان انتيتي، انت عمرك ما تشتغلي لوحدك. في حد بيجيب الداتا والداتا انجينيرز بينظفوها وبيجيبوها لي لغايه انا اشتغل الرول بيز موديل او ماشين ليرنينج، اطلع اي اي. طب في حد ثالث هيعمل بزنس انتليجنس، فانا جزء واحد بس. في الصيدله لا، اكتر الحاجات بتكوني انت بتشتغلي لوحدك. في ناس طبعا فاينانس وكل الحاجات الاوبريشنز باك اند، بس انا بتكلم اللي انت ممكن توصلي مثلا دواء المريض، لا ممكن تشتغليها لوحدك. صح. طيب خلينا نتجه اتجاه تاني بقى. انا عارفه انت بتبقى مهتمه بمساله السيرتيفيكت، وكل يعني كل فتره كده الاقي ايه، يعني انت خدتي السيرتيفيكت في حاجه او، فكلميني اكتر مثلا عن الاول السيرتيفيكتس اللي انت خدتيها، وكل سيرتيفيكت مثلا فاتتك في ايه، ويعني ايه الحاجات اللي ضافتها لك ومشيتي في الطريق ازاي. خليني اقول لك المشكله ايه. المشكله ان يعني معظمنا ممكن يمشي في التراك ويجي في نص الطريق يزهق، ما يقدرش يكمل لحد ما يوصل للسيرتيفيكت، لان هي في الاخر برضه كوميتمنت عليك. فعايزين نتناول حاجتين، ايه السيرتيفيكتس اللي انت خدتيها وفادتك في ايه، وازاي بتحطي على نفسك الكوميتمنت ان انا هخلص الحاجه دي واوصل لها. اوكي، هي اولا لازم اي حد وهو بياخد اي سيرتيفيكيشن انت بتاخدها ليه. انا يمكن مختلفه شويه، حته الباشن وحته انا بحب اذاكر، فهي مختلف. بني ادمين بيحبوا يذاكروا مش بيحبوا يذاكروا. لو حد مش بيحب يذاكر ممكن صعب عليه ان هو يقعد فعلا ورقه وقلم ويقعد يذاكر حاجه، بس ممكن هو ذكي فيها لدرجه هو مش محتاج ال3-4 ساعات بتاعت المذاكره، هو اصلا لقيتها من غير ما يقرا اي حاجه. هيتفرج على كورس كده ويروح داخل الامتحان وممكن دي سكور هاي فعلا، هو بينجحوا، او هي دي طبيعه شغله، فهو محتاج بس يعرف نموذج الامتحان جاي ازاي ويروح داخل الامتحان. فتعالي على السيرتيفيكيشنز اللي انا عديت عليها والحته اللي في النص اللي ما بين الاي تي اي مثلا، ايه كسيرتيفيكيشنز بعد كده. انا بعد الاي تي اي دي كانت خلصتها 2019. في 2021 انا حبيت اخد كورس من اللي هم الهاي ليفل بقى، اللي بيقولوا اي دبليو اس، مايكروسوفت، جي سي بي، فانا حابه ان انا ادخل فيهم. برضو الواحد كمصري بيبص على المنح اللي بتقدم من وزاره التكنولوجيا والمعلومات. كان وقتها الوزاره مقدمه منحه للناس اللي عايزه تاخد سيرتيفيكيشن فيهم، فانا حبيت جدا. انا بعرف ماشين ليرنينج بس برضو انا صيدله باك جراوند، فواي نوت تيك ا سيرتيفيكيشن واثبت لنفسي واثبت على السي في كمان ان انا اي دبليو اس ماشين ليرنينج انجينير سيرتيفايد. فانا بقيت وقتها سبيشالتي ماشين ليرنينج. ففعلا اخدت الكورس معاهم، وكانوا بيساعدونا ناس من اي دبليو اس وناس من مصر، وفي الاخر دخلت الامتحان والحمد لله نجحت فيه واخدتها كسيرتيفيكيشن. افادتني طبعا افادتني من ناحيه السي في ان انت بتثبتي نفسك اكتر، ان انت كفاءه على بلاتفورم اي دبليو اس. وثانيا انا عمري ما كنت اشتغلت فعلا بروفيشنال اكسبيرينس على اي دبليو اس، فاتليست احطها اكاديميكلي. ثانيا تعالي اللي انت بتزودي على كده، انا في النص مش بس السيرتيفيكيشنز، انت ممكن تكوني بتزودي في حاجات مش ماسكاها شهاده في ايدك. انا عامله ريسيرش بيبر اكشلي مع داتا انجينير، وقتها كان بيشتغل معانا المانجر طارق، فاحنا كانت لونج كانسر. بالظبط. فيعني هو شكرا ليه جدا ان هو ساعدني. احنا نزلنا داتابيز كده، هي في امريكا اسمها FDA الفيرس داتابيز، نزلناها كلها. حولنا اللابتوب بتاعي كسيرفر، كنا بنشتغل بعد شغلنا الوركينج اورز وبننظف الداتا دي. عملنا شويه داتا اناليسيس، عملنا فيجواليزيشن بتابلو، طلعناها للريسيرشرز اللي معانا. عايزه اقول لك احنا كان بيشتغل معانا دكتور حمد في قطر، كان بيشتغل معانا دكتور انس، ناس في كندا، ناس في امريكا، وكل ده احنا شغالين اونلاين. وبنسبة ان هو ممكن الداتا تشتغل بيها اونلاين وتعمل ريسيرش بيبرز يا جماعة فظيعة، تأدي رسالة بره شغلك بدل you're passionate about it. والفكرة برضو it's about the network. منين يعني جات لك فكره منين تعملي ريسيرش؟ يعني الفكره دي شويه مش بتيجي في بال حد ان هو يعمل ريسيرش على حاجه معينه. It's all about the network.
نفس الدكتور سبحان الله اللي قال لي انت ما عندكيش فيسبوك، ففي حد تاني بيقول على كده ممكن تكوني مهتمة. بعد كذا سنة قال لي مروة انا فاكر ان انت خلصتي بقى بعد ما انت كلمتيه فعلا، هل تكوني حابة ان انت تدخلي؟ فانا قلت طب ما انا بخلص شغل ومش بعمل حاجة بعدها، why not take الاورز دي وتفيدني. ودلوقتي انا مطلعه ريسيرش بيبر، وقالوا لي هل انت تحبي مثلا تكوني فيرست اوثر او كده؟ قلت لهم لا، انا كنت فعلا بسلي وقتي، انا ما كنتش اخداها كحاجه يعني same as much as انتي you're passionate about something وبتسعي وراه. اكمل لك برضو سؤال الاول اللي هو بتاع التكمله بتاع السيرفيكيشنز والحاجات اللي هي الاوت يعني من الشغل نفسه. انا كمان عامله بوك ريفيو، فعامله بوك ريفيو لشركه باكت، برضو حاجه كاوت سورست فريلانسنج وات ايفر يو ونا سي ات يعني. كتابة نشر data driven it's more oriented about الداتا وفي نفس الوقت البيزنس ايه الكونتاكت ما بينهم. فدي حاجة جات لي out of nowhere على لينكدين، وانا قلت why not، انا عندي شوية وقت فليه ما اعملهاش. تكملي على كده certification ان انا لسه السنة دي اخده مايكروسوفت actually، واخدت الداتا ساينس اسوسيت. قلت why not، انا اصلا اجر ادمن في التيم بتاعي، فانا عارفه اجر الفاكتوري اكزاكتلي. طب ما اخد السيرتيفيكيشن عشان زي ما انا قلت لك دي بالنسبه لي ما كانتش مذاكره از ماتش از طب ما انا بعمل كل التولز، ما انا ادمن اصلا. فروحت داخله it just made sense. بلس طبعا الحاجه الحلوه جدا ان هو لو انت بتروحي لمديرك وتقولي انا عايزه اعمل السيرتيفيكيشن دي، والمدير يسال البيزنس يونت ويكون معاه ماني زياده ويعمل لك ان هي فور فري، البيزنس يونت هيدفع، فواي نوت تيك ات. صح، بالعكس كان في حد قبل كده قال لي حته السيرتيفيكيشن كنت بساله اذا كانت هي مهمه ولا لا. يعني تكمله للجزئيه بتاعتك لو انت قلتيها برضه في نص الكلام كده، لو انت ما كنتش شغال بالتول ديت، هو ايه اللي يثبت لي ان انت عارفها؟ يعني انت قلتي في الاول ان انت ما كنتش اشتغلتي قبل كده على اي دبليو اس، فانا هشغلك ليه في دي اي دبليو اس؟ ايه اللي يثبت لي ان انت عارف؟ حتى لو انت اشتغلت مع نفسك او كذا مش عارفه انت وصلت لفين، لكن لو انت خدت سيرتيفيكت فيها انا عارفه ان انت خلاص اوريدي عندك النولج الكفايه اللي هي ايه تخليك تمشي في الشغل او في البروجكت نفسه او كذا او كذا. يعني ده فعلا تطبيق اللي انت بتقول، فدي حاجه حلوه جدا. وبعدين بقى تعالي تكملي معانا اخر حاجه دايما MBA صح؟ MBA يس، ما انا كنت عايزه اجيلك في الحته دي عشان ناس كتير بتمشي تكنيكال ومش بيبصوا كمان 10 15 20 سنه هو انا هكمل تكنيكال باك اند ولا انا عايزه اترقى. فمروه عارفه ان هي عايزه تترقى، عايزه تبقى داتا ساينس مانجر او عايزه تفتح هير اون جوب، فانا عايزه الحته دي بتاعه البيزنس. وانا في نفس الوقت انا شغاله بصي باك اند كده شويه في التك كومباني، انا اكشلي في تيم كاستمر ادفوكسي. فاحنا انا كداتا ساينتست انا بسيرفيس بروجكت مانجرز، وهم احنا في البيجر بابل بتاعتنا ناس احنا مسمينهم بيرسوت كسيلز، والناحيه الثانيه البابل هم ستدي ستيت. فالكاستمر اشترى حاجه انا عايزه اخليه يشتري تاني وفي نفس الوقت عايزه اخليه ساتسفاكتوري باللي هو اصلا اشتراه. صح. كل ده بيزنس. انا كنت عارفه ERP من الITI، كنت عارفه حته الSAP وبيدخلوا زي الداتا انتري وازاي بيتعاملوا ويتهندلوا مع الكاستمرز، بس حته كاستمر ساتسفاكشن، التشيرن اللي احنا بنسميه داتا ساينس تشيرن مودلز، الحاجات دي كلها لازم تكوني فاهمه البيزنس عايز ايه، الكاستمرز عايزه ايه. فهنا جت حته ان انا I am lacking في business acumen، I am lacking في حاجات كتير تبع الMBA. فسبحان الله انا اولا دخلت الشغل ده كان في حد ICI هو اللي شاف السي في بتاعي فدخل السي في بتاعي في الشركه دي. هو كان بيعمل MBA فقال لي مروه انت you're lacking about this، والفكره اللي انت تاخديها بصدر رحب اللي هو انا عندي حاجه انا فعلا انا كان ممكن اخدها اللي هو ليه طيب يعني مش لازم تتقلي فيس تو فيس كده اللي هو انت فعلا مش بتتكلمي بزنس اكيومن. بلس انا انا التيم ممبر الوحيده دلوقتي المصريه اللي في ايميا اصلا ريجن، فانت لما تيجي تكلمي اجانب لازم تكوني قويه جدا في البيزنس اكيومن. فبعد سنين ان هو لا مروه لازم تقوي نفسك، فانا خدتها بصدر رحب تماما ورحت اخدت MBA عادي عشان اقوي نفسي في الحته دي. اتعلمت حاجات كتير جدا منهم الكلام على فكره ان هو ممكن سنتين بارت تايم انا عاملاها في الأكاديمية البحرية.
يس اكزاكتلي. وهي كذا تراك انا اخداها على الاستراتيجيك مانجمنت سبيشالي عشان حته الفيجن. يعني ساعات بعمل ليدنج لداتا ساينس بروجكتس عندي، فحته ان هو انت عايزه تعملي استراتيجي فعلا مع البي ام. اتس نوت اونلي البي امز رول، عشان البي ام ما كانش داتا. ف هو بيبلور الصوره بزنس، انت محتاجه التكنيكال بروجكت مانجمنت اللي انت تبلوريها كمان، وتكوني 1 to 1 مع البي ام. احنا كنا زمان، او انا اتليست قبل الام بي اي، كان ممكن اقول لك اللي هو احنا مش على نفس الكلام، فهم مش فاهمين كلامي التكنيكال، وانا اللي هو انا فاهماكوا كبزنس بس مش عارفه اوصل لكم الدنيا ماشيه ازاي، او انا ممكن اكون مش فاهماكوا اصلا بزنس عايز ايه. هم بيتكلموا ان احنا عايزين نحقق ريفينيو، انا بقول لهم احنا عايزين نكلم كاستمر ساتسفاكشن. ف it's two different conversations، ما ينفعش اللي احنا كنا نكمل كده. طيب لو عايزاك مثلا تدينا كده دخينا انديب كده جوه الام بي اي، يعني ممكن واحد ما يبقاش اصلا عارف يعني ايه ام بي اي وبتدرسوا ايه، او هيفيدني بايه لو دخلت. فدخينا كده جوه شويه الدراسه كانت عامله ازاي، وايه بقى الاستفادات اللي انت استفدتيها منها؟ اوكي، ارجع لك في حته ان انا قلت لك انا ما عنديش ماركتنج وسيلز. دي كانت في التجربه بتاعتي كمندوبه مبيعات. اوكي، لما انا نزلت انترنشيب. طب تعالي دلوقتي انا كداتا ساينتست عندي في الشركه، مش انت لازم تسوقي لمديرك الشغل بتاعك؟ ما هو مش مقتنع باللي انت عايزاه. واكتر الحاجات الماشين ليرنينج يا انسان مشكلتها في ايه؟ ان انت بتعملي وبتطحني نفسك، تروحي بقى تجربي ماشين ليرنينج موديل زي الفل، وتروحي بقى دلوقتي في العصر بتاع الاي اي تروحي تعملي تشات جي بي تي، وهم في الاخر شايفين ان هو الاي اي بيعمل هالوسينيشنز. اوكي، يعني 90% accuracy يا جماعه، مش عشان 10% ده هوقع البروجكت اللي انا ببنيه بقالي 9 شهور. فهي الفكره، اخدت ماركتنج، اخدت سيلز، اخدت انترناشونال بزنس. دي قويه جدا جدا بالذات في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. مش بس عشان انا واحده فورنر ات ذا اند اوف داي في الشركه بتتكلمي ككونسبت تاني، فانا عندك الدايفرستي اند انكلوجن اللي هم بيتكلموا عليه في الشركات الكبيره الجلوبال، كرؤيه تانية انترناشونالي هم بيشوفوا بزنس ازاي. لا، انت كمان بتشوفي الكاستمرز بتوعنا. فانا كنت بقرا كاستمر داتا ممكن في كندا، في الصين. هل الكاستمر الكندي هو بتاع الصين؟ لا، مختلفين تماما. هل هم بس بيتارجتوا الريفينيو؟ لا، هم ممكن يكونوا بيدوروا على حاجه تانية لونج تيرم في البيرتشيزز حتى بتاعتهم. فايتس نوت اباوت ذا باترن دلوقتي بتاعت البيرتشيز، هي الفكره انت تكوني فاهمه كاستمر بيهيفير وهو انت عايزه تروحي فين. فدي انترناشونال بزنس، تكوني فاهمه كويس قوي الحرب عملت ايه كمان فينا. احنا كشركه اتاثرنا ازاي كريفينيو، فالاسهم بتاعتنا اتاثرت ازاي، وفي نفس الوقت الشركات التانية بدات ان هي تخفض مبيعاتها. طب انا عايزه اللونجيفيتي مع الكاستمر ده، فانا ازاي اشتريه عشان نكسب احنا الاثنين اون ذا لونج ران. فانا كمان هخفض عليك حاجه معينه واكسبك ككاستمر كمان 10 سنين. فدي كلها انترناشونال بزنس. البورصه المصريه اثرت ازاي، فاحنا كموظفين في مصر اتاثرنا ازاي، الناس بقت بتشوفنا ازاي. كانوا زمان بيقولوا برضو السالاريز بتاعت انديا هو اللو باينج، دلوقتي مصر بقت اللو باينج. فازاي تتكلمي في كل الحاجات دي؟ اتش ار، ازاي تتكلمي مع مديرتك في السالاري بتاعك؟ يعني دي حاجه بسيطه جدا احنا كموظفين برضو بنكون مهتمين بيها. دي هيومن ريسورسز، ماده في الام بي. اول سنه في الام بي اي اتس فيري جينيريك، بتاخدي كورسات زي كل الناس اللي لسه ما تخصصوش. التاني سنه هي اللي انت فعلا بتاخدي سبيشاليزيشن. في ناس بيختاروا حاجه في المجال الطبي، انا خلاص انا عارفه انا مش هكمل في دي بالظبط. ففي ناس بتاخد في الحوكمه دلوقتي دخلت في كل المجالات، بالذات ان هم عاملين I think governance office في سمارت فيليج كبير جدا، وفعلا داخلين في كل الاندستريز. فاينانشال سيكتور طبعا والبانكينج عليهم حوكمه جامده. فاي حد عايز يدخل داتا ساينتست، انا عندي فعلا صاحبتي بقت داتا جوفرنس مانجر في احدى البنوك الكبيره اللي في مصر، ومن الكورسات اللي خلوها تدرسها هي حوكمه. واهي داخله عادي زي اي تي اي، بس هي السيرتيفيكيشن بتاعها كان اخد طريقه مختلف. يس اكزاكتلي. السبيشاليزيشن بتاعي كمان كان جواه انتربرينورشيب. في ناس بتبص عليها حته طب ما انا لو مش عايز افتح شركتي يبقى انا ده بالنسبه لي مش مهتم بيه. لا، انتربرينورشيب ممكن على فكره كحته بروجكت صغير، بس انت عايز تبداه من بيبي ستيبس. انا باديه بروجكتس عندي في الشركه بيبي ستيبس، فازاي تكبر البروجكت ده وازاي تسوقه كمان
لبزنس يونتس تانية. فإتس everything about entrepreneurship. خدي على كده كورسات كتير. بس هي الفكرة ان حد يدخل الام بي اي فاهم ان هو انا يعني انا ما عنديش حتة البيزنس قوية قوي، انا عايزة اترقى كمدير، او مش عايزة اترقى كمدير، انا عايزة احسن علاقتي بالبيزنس فعلا واعرف اتكلم بيزنس اكتر. و حد بي اي فعايز يبني داشبوردز قويه تكلم البيزنس انتليجنس بكي بي ايز، هو يبص عليها المانجر يعرف الكي بي اي بتاعه قفل الداشبورد خلاص. منهم اوبريشنال داشبوردز. على فكره احنا عندنا كام موظف تحت المدير ده، هم ماسكين كام اكاونت او كام بروجكت، فهم على الكفاءه فعلا ولا لا، ايه البروجكتس اللي هم ماسكينها. كل ده ممكن على الداشبوردز حاجات اوبريشنال، مش لازم ماشين ليرنينج موديل عنيف عادي. فلا في كورسات قويه جدا في الام بي اي. في بقى كومباريزن طبعا اللي لازم تعمليها قبل ما تدخلي اكاديميه، في اسلسك، في اي يو سي وجي يو سي، بقى في اماكن كتير بتقدم. الجامعات الحكوميه كليه تجاره بتقدم اكشلي، وممكن تقبل. انا كنت سائله فيها كمان تخصص مختلف، يعني انا كصيدله ممكن اتقبل في كليه تجاره جامعه مصر دي واتقبل عشان انا عايزه اعمل ام بي اي. ليه اخترت الأكاديمية؟ عشان كذا حاجة. أولا أنا كان ليا ديسكاونت فيها، وأنا أصلا سبورتد الحمد لله من مديرتي إن أنا آخد الام بي اي، فكان ليا برسنتج معين اللي أنا ممكن أخده، وكان ممكن أخده اي يو سي وكذا حاجة. بس هي الفكرة أنا حبيت النتورك، الدكاترة لازم تسألي على الحاجات دي. الدكاترة هل هم بيكونوا أكاديميك بس ولا لا؟ أنا كنت عارفة وقت ما أنا دخلت الاي تي اي الناس اللي درست لي ناس دارسة من السوق، فأنا مش رايحة التفكير الأكاديمي اللي هو أنا ماسكة كشكول من الآخر وقاعدة بذاكر عشان سؤال في الامتحان ستاتيك ممكن يكون بيتكرر من سنة لسنة. exactly. فأنا حبيت الطريقة دي في الاي تي اي، فدورت على الأماكن المشابهة لكده. أنا كان نفسي في فكرة الأكاديمية سمعتها بتاعت دكتور جاي من مكان نفسه، مش كل المواد كده بدوية يعني، وفي كل الجامعات للأسف، بس كان في كام مادة منهم entrepreneurship مثلا. دكتور وليد حد من البيزنس فجاي بيكلمنا، انا فتحت مطعم وجوه المطعم في واحده نست خاتم ذهب، ف بالظبط. فالناس اللي شغاله جوه المطعم اتحولت على المباحث بالليل وازاي اطلعهم ومحامي. فانا واحد كانتربرنور بزنس مان دلوقتي بحتك بمحاميين بان انا بطلع ناس عشان في موقف هو ما كانش عارفه. فهي دي كلها بزنس. انا كان نفسي من ناس نازله السوق وعارفه ايه اللي حصل ويحكوا لنا فانا اتعلم. ودي مهمه، يعني مهم ان حد ينقل لك خبره الشغل. اصل الشغل الاكاديميك ما فيش شك ان هو مهم، بس ساعات بتحتاجي حد يديكي اللي هو ايه التريكات بتاعت الشغل، اللي هو خد بالك من النقطه دي، او الحاجات اللي قابلها خلال الشغل، فبتبقى حاجات عمليه يعني بتخلي الليفل بتاعك يعلى يعني جدا، بتديكي بوش كده ان هو الفكره ان الناس بتنط عليها ان هو خلص بكالوريوس هياخد ام بي. انت نزلت السوق، انت عارف انت عايز انه تخصص، انت داخل ام بي ليه؟ فاي سيرتيفيكيشن عايزين تقدموا عليها يا جماعه فكروا انا داخل السيرتيفيكيشن ليه. لو انت مش داخل ليها وانت عارف الهدف منها، يبقى بالظبط زي ما احنا كنا ابتدينا في الاول، هتفقد الشغف في النص ومش هتكمل السيرتيفيكيشن. في ناس كتير بيكونوا دافعين حق كورسات غاليه جدا وفي الاخر بيسيبوها، مع ان على فكره يوتيوب اتس ان اونلاين فري بلاتفورم، اي حد ممكن يدخل يدرس اي حاجه، وفيها باست اكزامينيشنز لاي دبليو اس وجي سي بي ومايكروسوفت وكل الحاجات الحلوه دي فور فري اونلاين على اليوتيوب، وناس شارحينها كويس قوي. بس هي الفكره الناس مش فاهمه الهدف بتاعهم رايح على ايه بعد كده. طيب في جزئيه انا حاساها في شخصيتك وعايزه يعني ايه يعني افوكس عليها شويه، فكره ان انت بتبقى كل شويه او كل مرحله بتشوفي ايه اللي ناقصك وايه الخطوه اللي جايه. فدي حاجه مهمه، اللي هو الواحد يكون يقدر يفهم ايه نقط القوه اللي عنده. تمام، انا مثلا عندي دي كويسه، انا عندي دي كويسه، عندي باك جراوند في الحته دي معقوله، بس ناقصني واحد واثنين وثلاثه. فازاي بتعرفي تعملي كده؟ مثلا انت تقدري تقولي انا كويسه في ده، والمرحله الجايه محتاجه احسن ده، بناء على ايه؟ سيرفيز مع ماي تيم ممبرز دي اخذت مني وقت طويل قوي. عايزه اقول لك وانا ماشيه اصلا من الشركه اللي كنا شغالين فيها،
انا actually surveyed شويه من الاي تي اينز، كلمتهم في التليفون وانا ماشيه وقلت لهم ايه رايكم في الشغل بتاعي على مدار الفتره اللي انتوا اشتغلتوا معايا. وفعلا اخدت فيدباك انا بالنسبه لي اللي هو نيجاتيف فيدباك انا عمري ما كنت شايفاه. زي بالظبط حته البيزنس اكيومن ما قلتها لك، انا فعلا صدمت في شخصيتي. ولغايه دلوقتي عايزه اقول لك اول امبارح انا كنت فعلا في كوليج ميتنج، ومره واحده لقيت ان انا بساله هو انا شايف في تحسن من الفيدباك اللي انا اخدته منك 6-7 شهور قبل كده، ولا لسه محتاجه اشتغل على نفسي. هي الفكره اللي يو جات اوبند، عشان اول مره انا لما سمعت من التيم ممبرز انا صعقت، حسيت ان انا قفلت على نفسي. وممكن تحبطي يعني. اكزاكتلي انا احبطت، اللي هو انتوا كنتوا فعلا بتبتسموا في وشي الصبح، فازاي ده الفيدباك بتاعكم؟ هما ما كانوش ان هو انا شخصيه وحشه، بس عشان تتحسني لازم تسمعي الفيدباك فعلا وتعرفي انت انسانه حلوه وشاطره وشغوفه، بس انت الشغف بتاعك ساعات كان مثلا النيجاتيف فيدباك اللي انا اخدته ان انت الشغف بتاعك ممكن تقولي حاجات بسرعه فالبزنس يضيع منك في النص. فده كان نيجاتيف فيدباك، انا بالنسبه لي كان صدمني في وقت ما، وبعد كده اخدته وبحاول اشتغل عليه. وهل عمرك هتوقفي ان انت عندك نيجاتيف فيدباك؟ لا، دايما هيكون عندك نيجاتيف فيدباك. الفكره ان انت انا اعرف منين، مش اللي انا اقفل على نفسي بابل، لا، حط نفسك بره. عندنا في الشغل كمان في سيرفيز كده بيد، ممكن انا سالت عليه في التيم، اسمه هوجن 360. ده انا وزعته على مانجرز 3 مديرين، وزعته على في بي ودايركتور ليفل في الشركه اشتغلت معاهم قبل كده، سواء بروجكت حاليا او قبل كده، عشان هم لو نسوني اصلا وما مالوش السيرفي ده لوحده is something powerful. ده معناه ان هو نساني لدرجه ان هو مش عايز يكتب حاجه. فدي كانت وحشه. لقيت حد فعلا عمل كده، يبقى انا I didn't leave that impression اللي ممكن بعد كده النتورك تفتح لي مجال تاني في البيزنس يونت بتاعه لو انا عايزه انط على الشغل ده. لقيت فيدباك على حته ان هو انا حلوه جدا في الدايفرستي، انا بتعامل مع امريكان كنديين، اكشلي التيم بتاعي امريكاني، المانجر بتاعتي امريكانيه، وبيحبوا الدايفرستي، بيحبوا جدا ان هو لما اجي اتكلم على ان انا رحت عمره كمسلمه وانا عملت ايه في مكه ومدينه. فالفكره بس انت يعني تكوني متقبله الحلو والوحش، وتكوني عارفه كمان من جواكي اللي انت بدل ما سمعتي النيجاتيف مره واثنين وثلاثه مش ليه هو فعلا صح، فليه انا ما اشتغلش على نفسي عشان احسنه. صح. على فكره هي الحته دي مهمه جدا، يعني انا اعتقد يعني فكره ان انت تبقى اوبن لفكره النيجاتيف فيدباك مش كتير متربيين عليها. يعني خلينا نقول في الثقافه بتاعتنا احنا بنميل شويه للمجامله، للكلام الحلو شويه، فالحته دي بتخلي عندنا اللي هو الكلمه الوحشه بتحسيك اللي هو ايه ده، انا يعني انا وحش. ممكن فعلا تعمل العكس، ان انت خلاص انا مش عايزه اشتغل وانا عايزه اقعد مش عارفه ايه يعني. ففكره اللي انت تبقى متقبل فكره النيجاتيف فيدباك ازاي. فانت في حاجه عملتيها جوه نفسك عشان تقدري تتعاملي مع الفيدباكس ديت، ولا هي جت كده بالتكرار؟ بصي يعني بالتكرار وبالشك، يعني الفكره ان انت اللي تسالي منهم فيدباك مش اي حد تكوني واثقه فيهم قوي. في اكس اي تي اينز انا واثقه فيهم قوي، هم مش ناس هتكذب عليا، دي ناس فعلا هتحطني في التروث، وهم عايزيني ابقى كوليج ليهم في الكرسي اللي جنبهم في الشغل، وعايزين يشوفوني بترقى. ما عندهمش فكره المنافسه، ففكره اللي انت يو تراست البيرسون اللي يعني بيقول لك الفيدباك كويس قوي. غير كده هقول لك على حاجه واقعيه جدا الناس ممكن تحسها بالذات في اول شغل ليهم، تكنيكال البرفورمانس ريفيو مع مديرك لما يجي يقول لك على حاجات وحشه، فدي ممكن بتحصل مره في السنه، بتسمعي كلام اللي هو ايه ده، هو ده فعلا تفكير على مدار سنه، هو انا ما تقليش ليه من اول شهر؟ طيب كان زماني غيرت. فهي دي الفكره، especially في الشغل اللي انا بشتغله دلوقتي، انا داخله كده على 4 سنين ونص تقريبا. البرفورمانس ريفيو مع ناس امريكان very different عن ان انت تعملي performance review مع حد مصري بيتكلم اللغه بتاعتك مصريه، انا بتكلم في performance review بالانجلش. فكمان حته ان هم عندهم ايه الكلمه الصح اللي ممكن اقولها المصريه ممكن ما تاخدهاش as offensive. فهي كانت learning path ليا ولمديرتي، وكانت فعلا success story ان احنا انا وقفتها كذا مره، مش عيب اقول لها هو انت قصدك كذا،
وهي تقول لي بصي انا قصدي كذا، طب استني هحكيها بطريقه تانية. فالبرفورمانس ريفيو كان هي دي الفكره، ان انا I trusted my manager. ثقافات لبعض، يعني كل واحد بيتكلم بثقافته، فطبعا كل واحد بيفهم بالثقافه بتاعته مش بثقافه الاخر. فمحتاجين ان انا قصدي، بس كويس انت بتراجعيها ان انت قصدك كذا، لا انا قصدي كذا، فعشان ممكن واحد ياخدها ويسكت، فهي ما كانش قصدها كده وانت فهمتي الرساله غلط، فنتيجه ان مش هتتحسني اللي هي ما كانش قصدها كده يعني. دي من الحاجات كمان اللي انت بتتعلميها في الام بي اي ك اتش ار على فكره، او ماركتنج وسيلز، الفيشل اكسبريشن. فعشان كده عمرك ما تدخلي مثلا performance ريفيو وانت قافله الكاميرا، او فيدباك اصلا مع ماي كوليجز كمان عمري ما اسالهم على فيدباك وهم قافلين، ما انا مش شايفه. فهم اكزاكتلي لو بيكذبوا عليا انا مش شايفه، لو بيقولوا الحقيقه فعليا وهم انا نفسي اقول لك حاجه يا انسام وزعلانه من زمان، بس بدل ما انت فتحتي عارفه اللي هو انت شفتي الفيشل اكسبريشن بتاعي انا اتحركت ازاي. اكزاكتلي. طيب تعالي بقى احنا دخلنا في الحته بتاعت الشغل. انت دلوقتي الشغل بتاعك في جنسيات كتيره او ثقافات كتيره، فخلينا نقول كده ايه، احكي لنا اكتر عن حته ان انت تشتغل في بيئه مش ثقافتك، يعني انت مش لازم تتعامل مع المصريين، مش عارفه ايه. اول التشالنجز اللي انت شفتيها، واحكي لنا بقى مواقف مثلا علمتك في التراك ده. تعالي نقول في الأول إن أكيد كان عندي رهبة. أنا أول مرة يكون عندي مديرة أمريكانية، أوكي، فأنا ما أعرفش أنا داخلة على إيه. بس الحمد لله أنا كان معايا تيم ممبر ده actually كان اللي بيدرس لي في الاي تي اي، فهو كان ماي منتور في الاي تي اي، وهو اللي مدخل السي في بتاعي في التيم بتاعه، وهو قال لي I will take you baby steps. فيعني أحب أوجه له الشكر طبعا، محمد علاء. هو سايب الشركة للأسف في السنة اللي فاتت، بس فعلا كل حاجة اتعلمتها بفكرة ازاي اتعامل مع ثقافات مختلفة كانت منه. يعني هو زرع الحتة دي، طب تقولي ايه ما تقوليش ايه، ممكن هما يفهموها ازاي. فطبعا ان في حد بياخدك بايدك بيساعدك، دي حاجة مهمة جدا. ثانيا تعالي على الحتة بتاعت الاونبوردنج. انا كان طبعا هو بيعمل لي اونبوردنج مع different team members، بس في واحده كمان هنديه كانت بتعمل معايا اونبوردنج، كانت جايه قبليه ب10 ايام. قالوا لها رقم 1 استني في واحده تانية مصريه متعينه هتدخل معاكي وتعملوا اونبوردنج مع بعض ايد لايد. فانا مش بس حد بيساعدني في البيزنس يونت ان هو يشد من فوق، هو كمان بيشدنا احنا الاثنين، وانا معايا واحده تانية ماسكاني واحنا بنطلع مع بعض. اوكي. اولا دوري على الكومن فاكتورز، فانا لقيت اللي انا بهزر معاها 1 تو 1 قبل ما ندخل الاونبوردنج سيشنز اونلاين، ان هي مثلا ثقافتها ياكلوا سموزه، اللي هي احنا عندنا في مصر هي سمبوسك. فدوروا على الاكل الكومن يا جماعه، دوروا على الهند مثلا الثقافات والالوان. طب ما احنا عندنا في مصر اكزاكتلي افلام الهنديه ده زي الفل يعني. والاكل الشعبي يبقى الاغاني الشعبيه، فاحنا بنحب الدوشه عادي، هم بيحبوا الدوشه كمان. فالماركتس اللي في الشارع، فاتس ا ديفرنت كلتشر ذان التيم ممبرز احنا داخلين معاهم مثلا، اللي هو ماركتس منظمه جدا في الشارع، احنا ما عندناش ممكن في الحتت دي. فدي حاجات كومن ما بيننا. فهتلاقيني حتى enthusiastic عشان انا فعلا over the onboarding journey هي بقت as a colleague as a friend، عشان احنا اخدنا ايدينا مع بعض. لما احنا كنا بندخل اونبوردنج مع تيم ممبرز تانيين سينيور وبقى لهم 20 30 سنه في الشركه ويحكوا لنا حاجه، انا ممكن ساعات كنت بحس اللي هو انا هيبان قوي اللي انا مش فاهمه، او انا صيدله باك جراوند، ولا انا بقلل من نفسي فمش هسال السؤال ده. صح، هحاول اجوجل، اخلي جوجل. فانا كنت خايفه، انا كنت تقدري تقولي مكسوفه اللي انا اسال، اللي انا يا جماعه ابان مش فاهمه. لقيت ان هي بتسال، فبقت بتشجعني. طب ما هي لو سألت طب ما انا اسال انا كمان. فبقينا فعلا بنسال اسئله مع بعض، وبقينا بنقول قدام التيم ممبرز اللي بيعلمونا no question is a dumb question، اسال براحتكم. عشان كمان انا داخله اندستري مختلف تماما، في ناس مش بتفكر في حته الاندستري انسام، ان هي بالبزنس اكيومنت بتاعها مش بس حته البزنس لانجويج، بس كمان حته يعني ايه اي بي سي. ممكن اي بي سي في التكنولوجي كومباني versus التليكوم كومباني totally different things. فانا ما كنتش بسال، ساعات بتكسف اللي انا ابان
ان انا مش فاهمه، ما اعرفش بالظبط. الاقيها هي سالت، فبقينا بنتشجع ان احنا نسال اسئله. جواكي شعور انت خايفه تباني ان انت مثلا بيبقى جواكي شعور انت عايزه تدافعي عن صورتك كعربيه مثلا، ما يقولوش مثلا، فبيبقى في جواكي افكار كتير ان انا لو سالت السؤال ده هيبان ان انا علشان هي مش يعني، ولا ممكن اي واحد يساله. فانت برضه بتبقى بين يعني صراعين، ان انت لا انا كويسه وفاهمه وعارفه، وان اصلا طبيعي ما تبقيش عارفه، وغيرك كتير ممكن ما يبقوش عارفين. فدي اللي بتبقى واقفه قدام الواحد يعني. دي الفكره. وحتى لو انت فاهمه، ليه ما تروحيش في نفس الميتنج تقولي did you mean this؟ كرر اللي انت قلتها، او انت تكرري باللي انت فهمتيه وهو يقول لك يا لا. ليه انت ما تقوليهاش بالصيغه بتاعتك انت؟ فلما يجي يكمل تتر القصه بتاعته لحد اللي بيعمل لك اونبوردنج، تلاقيه بعد كده ان هو بيتكلم بلغتك انت، عشان انت في دماغك فهمتيها بالطريقه اللي هو الصلصال اللي بيتركب بطريقه معينه، فهو فاهم انت بتفكري بالبرتقانايه معموله ازاي وهتطلعي العصير بتاعها ازاي، فهيكلمك باللغه بتاعتك. تعالي على كده بقى different things. احنا كان بيعمل لنا onboarding data lead، كان بيتعمل لنا من PM lead، كان بيتعمل لنا onboarding من المانجر بتاعتي، بيتعمل لنا من senior technical people. يعني ربنا ما يوريكي حد تكنيكال وهو بيشرح قوي فاهم الهاردوير والحاجات دي، وانت بتشتغلي في التكنولوجي كومباني وانت حاسه ان هو انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ جدا قوي انا ورا، اللي هو انا اخر حاجه ده لابتوب، فايه اللي دخلني في الشركه دي اصلا؟ هو انا مكاني هنا؟ فبقيتي بقى بتترددي، هو انا فعلا دخلت صح ولا ايه؟ ده كان قرار حلو. هي مروه انت بتقوليه انك بتقولي الصوت الداخلي اللي بيجي يعني من معظمنا، يعني انت ده الصوت الداخلي فعلا. انت ساعات وانا في المكان الصح، ولا انا ممكن اكون جيت بالحظ، ممكن اصلا ما اكونش استاهل انا ابقى موجوده هنا وانا بعيد. ففعلا كل الافكار دي بتيجي جواكي، وبعدين بتكتشفي كلنا اصلا كنا عندنا نفس الصوت. فالفكره انك تتعامل مع الصوت دوت ويعني تاخد ستيب انك تكسر الحاجز النفسي ده يعني. وهي الفكره في التيم. فلقيت بعد كده ان الكالتشر، انا فعلا مديرتي امريكانيه جميله جدا جدا، هي بتشجعني اطلع من البابل بتاعتي. لقيت في تيم ممبر بتقول لي طب مروه تعالي نعمل diversity and inclusion. هو في التيم اصلا في bigger business unit احنا بنعمل monthly meetings اسمها diversity and inclusion، يعني اشجع اي حد كمانجر ان هو يعملها. انا مثلا كمصريه عملت presentation مع محمد علاء عن مصر، واخدنا كام فيديو في اسكندريه وهو صور مع عيلته في القاهره وفي الساحل، وفرجناهم فعلا ثقافه مصر. وهم نزلوا الشارع في ألمانيا تيم ممبرز كمان تانيين، وفرجونا التشيرشز ومكان الحرب مع معينة، واحنا اللي هو واو، وبيتمشوا في الشارع زينا. انا حسيت ان هو انا فعلا ماشية في الشارع ده، حاجة معروفة اسمع عنها، مثلا بتطلع لي انستجرام ريلز. دي كسرت مني حاجات كتير جدا، ان التيم نفسه مرحب، ان التيم دايفيرس. انا التيم بتاعي تحت مديرتي هم امريكان، واحد كندي. انت عايزه صورتك كمان كمصريه توصل ازاي جلوبالي؟ عايزه ان هو انت مش بتفكري بس كمروه متعينه هنا، انت عايزه تحسني من صوره المصريين بحالهم كفاءتهم. فانا مش بس representing me، انت بتريبريزنتي culture. في ناس كتير بتنسى الحته دي وبتنسى الهويه بتاعتها. انا لقيت ان البي ام بعد 3 سنين جايه بتقول لي مروه اعملي برزنتيشن. انا لسه مسافره الحمد لله السنه اللي فاتت عمره، فما كنتش اتخيل ان الامريكان شكرا رب امين يا رب. فلقيت ان سبحان الله هو واحده امريكانيه بي ام بتقول لي مروه كلمينا عن مكه والمدينه والعمره وبتعملوا ايه. بس انا I presented myself بصوره حلوه كمصريه كمسلمه راحت أدت مناسك العمرة، رجعت تاني. مش هقول اللي أنا أكتر واحدة ديون اللي أنا أتكلم في الموضوع، بس حسيت إن أنا I want to represent us بطريقة حلوة. ودي فرقت كتير جدا في أنا في ثقتي بنفسي، وفي نفس الوقت أنا كمان إزاي بتعامل معاهم. English مش هقولك إن English is my first language خالص، it's my second language، بس لازم تقوي نفسك جدا فيها عشان تروح تكلم حد من بره. مش هقولك اللي انا عمري ما تهتهت، لا ساعات انا باخد processing time عشان اترجم انا عايزه اقول بالعربي اصلا
ترجمته للانجلش وبعد كده قلته مش غلط. انت كنت حكيتي لي في مره على عايزاك انت تحكيها بالطريقه بتاعتك، بس لو في مثلا شخص معين مختلف عنكم في التيم لو عايز يجوين التيم، ازاي يعني يعملوا لكم تحضير للشخص ده، فانت كلمينا على التجربه دي شويه. يس دي حلوه قوي برضو في الحته بتاعت diversity and inclusion. في الشركات الجلوبال هي الناس بتفكر فيها من ناحيه اللغه، من ناحيه في حد من بلد معينه وخلاص ككالتشرز. بس انا عايزه اقول لك انا اول مره اتعرض للموقف ده مثلا ان انا عندي تيم ممبر كان جاي he got خلاص hired قبل ما هو يدخل معانا التيم ميتينجز اصلا. زي ما انت بتقولي هو اسسونا ليه عشان هو اوتستيك. انا عمري ما سمعت عن شركه بتعين ناس عندهم سبيكترم معين من الاوتيزم. فانا في صورتي انا كصيدلانيه اصلا عندي باك جراوند ايمجز عن البني ادمين الاوتستيك بطريقه معينه. هل هم هيعرفوا يتعاملوا معايا in a professional manner؟ طب انا هتعامل معاهم ازاي؟ انا ما تعاملتش professionally قبل كده بالطريقه دي، ممكن ميديكلي بطريقه مختلفه تماما. فهنا انا لقيت نفسي احنا كلنا بيطلب منا elective courses كتيم ممبرز. مديرتي اصلا راحوا ودوها كورسات، احنا اخدنا كورسات elective اتحطت قدامنا يا جماعه الشخص ده هو كذا، سواء هو حابب يقول لكم ان هو اتعين في الشركه من التراك المعين ده اللي هم بيهايروا ناس فيه اور لا، انتوا عارفين عشان هو شخص مختلف شويه. اوكي هو بيتكلم زينا بيتعامل زينا كل حاجه، بس المختلف ايه؟ ان هو بوكر فيس. فهتلاقيني انا مثلا بايدي بتحرك بايدي شويه واحنا بنتكلم، ببتسم بحرك وشي اكتر يمين لشمال، الفيش اكسبريشنز عينيا بتقفل بتفتح كده. هو كان مختلف. فانا مثلا لما دخلت 1 to 1 بعرف نفسي لقيت ان he's poker faced. he doesn't show emotions زيي. هتلاقي التون بتاعي بيعلى بينزل، هو مش كده he's neutral. اتعامل انا ازاي؟ فانا كنت طب هو انا بقول حاجه غلط انا بقول حاجه صح؟ بقيت بشكك في نفسي. طب هو زعلان من اللي انا بقوله؟ does it make sense ليه؟ لقيت ان انا طب انا بتكلم اكتر ما هو بيتكلم. هو عنده البروسيسنج فظيع، فهو ذكي جدا في الحته دي. فهي دي الفكره الوحيده، هو عنده سبيكترم واحد بس he's not زي ما انا imagined الناس الاوتستيك. فانا كنت غلطانه ان انا ادي الصوره بتاعت ايه ده هيعينوا حد ازاي بالطريقه دي. فانا اولا انا غلطانه في الحته دي. ثانيا انت لازم تبقي اوبن لكل الكالتشرز. فخلاص انا فهمت هو بيشتغل ازاي، محتاج his space في ايه. ممكن انا هقول لك حاجه انا مثلا بعملها versus هو ما بيحبهاش، ان انا on teams messages انا مالتي تاسكر او I like to say ان انا مالتي تاسكينج. فممكن انا في ميتنج تيم ميتنج اكون بتكست هم، هو بالنسبه له هو مركز في حاجه واحده، هو مش شايف الباقي. فاي تيم ممبر تاني ممكن اعرف اظبط معاها او معاه الحته دي versus هو لا انا خلاص انا دخلت متفقه معاه قبل الميتنج، مش هتقولي لي اي حاجه جوه الميتنج، انا مش باصص اصلا على تيمز. فلقيت ده different personalities. هم برضو introvert. لو حد سمع عن ال 16 personalities ده questionnaire سهل جدا الناس تدخل اونلاين اصلا دلوقتي يدوروا 16 personalities يدخلوا يحللوا ال personalities بتاعتهم. انا طبعا الحمد لله كنت extrovert، هو كان introvert. انا فعلا كنت حابه ان انا اتعلم. بعد ثانوي ما انا كنت فعلا باخد كورسات، ممكن كل شويه اتفرج على فيديو ادور على يوتيوب حاجات كده للسبيكترم بتاعه هو مخصوص. فده رقم واحد اللي انت اصلا تكوني اوبن ان انت فعلا حابه ان انت مش تيم ورك. يا جماعه ما هو السكسس بتاعه هو السكسس بتاعي، واحنا لو انا بعمل له فيفر النهارده هتترد لي وهو هيعمل لي فيفر. وانت اصلا شخصيتك بتتغير، قيمة التقبل للآخر بتزيد، يعني بتحس إن أنت بقيتي فاهمة أكتر، مستوى النضج بتاعك بقى أعلى شوية، اللي أنت إحنا مش كلنا واحد ومش لازم يبقى كلنا واحد خالص. وده مش معناه أنت حلو ولا وحش خالص، يعني كل واحد حلو بطريقته وعليه إن هو يتقبل الشخص الآخر من غير ما يحكم عليه هو شخصيته إيه.
exactly. عايزه اقول لك اللي انا كنت ان شوك مثلا في مره ان احنا في بروجكت مع بعض واتقال لي مروه انت غلطانه، فاللي هو احنا ما بنقولش كده قدام التيم يعني، عادي بنداري على بعض لغايه ما نطلع ميتنج يعني. فلقيت ان هو انا اخدتها كشوك كده منه، وبعد كده يعني ما بنقولش كده، بس انا مش هقول له حاجه. لقيت ان انا مديرتي بيتقال لها كده قدام مديرها، فحسيت ان هو اوكي مش انا بس، يعني هي it's different personalities. انا هتقبل عادي، انا مش غلطانه، حتى لو انا مش يعني غلطانه فعلا في الحاجه دي هاخدها عادي بصدر رحب. طيب تعالي بقى ندخل في مجال تاني بقى، اللي هو حتة بما انك يعني خدتي التراك بتاعك كان كبير قوي في حتة الداتا عامة، فخلينا نقول لو واحد عايز يبدأ الداتا ساينتست التراك نفسه يبدأه ازاي؟ اوكي بصي، انا سنه مختلفه عن الناس اللي هتقولك بايثون. انا بحب او اتعلمت كمان من اورنج واي تي اي داتا وير هاوس قويه. فالداتا عايشه فين يا جماعه؟ داتا وير هاوس. داتا وير هاوس بتتكلم ايه؟ اس كيو ال. فروح اتعلموا اس كيو ال عشان انا شفت ناس كتير جدا جايين انترفيوز. انا كنت بعمل انترفيوز في شركه قديمه ولقيت ناس مش عارفه تكتب اس كيو ال. فحسيت ان هو انتوا هتدخلوا الداتابيس فعلا لو الداتا انجينير جاب الداتا بطريقه غلط، انتوا عايزين تدوروا ورا الداتا بالسورس بتاعها، مش عارفين يعملوا كده. فاحنا لو فاكره كان البيزنس يونت بتاعتنا كانت بي اي، داتا انجينيرنج، والداتا اناليتكس. فانا كنت في الداتا اناليتكس، كان عندي داتا انجينيرنج تيم، انت كنت منهم، كنت بتجيبوا الداتا ليا متنظفه بكل حاجه. بس انا لو عايزه افهم الداتا، ما انا كنت بقعد جنبك على المكتب اصلا وقاعدين بنفهم الداتا مع بعض. وفي نفس الوقت البيزنس انتليجنس لو بيطلعها بطريقه مختلفه عني، ما انا فاهمه الكي بي ايز، وانا اللي قاعده مع البيزنس عشان اعمل المودلز، فلازم اقعد معاهم. فانا كنت بكتب المودلز زمان بقى مش اي اي وماشين ليرنينج، كنا بنعمل تيرا داتا، وانا كنت طالعه اصلا باوراكل من الاي تي اي. كنت عارفه الداتا انجينيرنج، انفورماتيكا، احنا كنا بنتعلم بسوفت وير تاني. هي الفكره ان انا اتعلمت البيزكس. فانا بالنسبه لي اس كيو ال ده رقم واحد. اتعلموا داتا فيجواليزيشن برضو عشان تلعبوا بالداتا بتاعتكم، اعرفوا هو انتوا عايزين تعملوا لها ريبريزنتيشن ازاي، حتى لو مش تبقوا اقوياء كبزنس انتليجنس كداشبوردز، بس الداشبوردز يا جماعه يعني اي بي سي، اي داتا ساينتست المفروض يعملها. سواء تابلو، انتوا اتعلمتوا تابلو اكزاكتلي. كلمي الداتا، هتروحي تبين لهم ايه؟ معلش اكسل، ما هو اكسل تمام حلو، والبيزنس لغايه دلوقتي انا بتعامل مع بيزنس عايز يشوفه لغايه دلوقتي. بس at the end of the day انت ممكن تكوني الاوتبوت بتاعك اتس موديل. طب هما مش هيفهموا البروجرامينج ولا هيفهموا الموديل اوتبوت، هما عايزين داشبورد. فانا كداتا ساينتست عشان اوصل صورتي exactly they're visual people، عايزين بعينيهم، فلازم ابين لهم بالعين يبقى داشبورد. انا شخصيه كمان يعني ممكن الباوربوينت اعمل سلايد 2 وخلاص بالنسبه لي، يلا بينا على داشبورد على طول كي بي ايز، عشان عايزه ابين لهم لما نعمل فلتريشن لكذا انتوا بتطلبوا مني الكي بي اي بطريقه مختلفه. اتفرجوا انتوا بتطلبوا مني ايه عشان انا مش مقتنعه، بس هخليكم انتوا كمان مش مقتنعين. دي داشبورد سهله قوي. اروح قلب فاين تيونينج الداشبورد، اخدت فلتريشن، عملت على التابز اللي انا عايزاها، بينت لهم الفيجواليزيشن بطريقه معينه، خلاص اقتنعوا. سواء دي من الام بي اي او سواء من كتكنيكلي، لازم اللي انتوا تتعلموا بي اي. تابلو، باور بي اي، مفيش اسهل منهم تتعلموهم اونلاين. يوتيوب كورسز، كل الكورسات ممكن تاخدوها عادي، يعني في حاجات اصلا كورسيرا كمان تقدموا فاينانشال ايد وبتاخد. فتعالي تاني ادي سيكول، الفيجواليزيشن طبعا. على كده طبعا لازم تطلعي على فوق ادفانس سيكول، تدخلي على بايثون. سيكول الحلو بتاعتها ان اي حد فاهم انجلش هيعرف select statement from التيبل الفلاني، هيعرف يلعب الاوريجينال سيكول ستيتمنتس، يطلع ادفانس شويه عشان يفهم التفكير، تعرف تعملها يعني تفهمها، يعني ليه كده يعني. اكزاكتلي. بعد كده اطلع على بايثون، عايز تعمل ماشين ليرنينج، عايز تعمل اي اي. انا فكرتي ان اي حد وصل للليفل ده لازم يعرف ان هو انت قابل، اللي انت لازم تتعلم day to day. هتفتح تقرا ارتكلز، ايه النوع الشات جي بي تي اللي طالع جديد، هو ايه الفرق بين جيميناي وكوبايلوت، ايه اللي اكس ايلون ماسك بيعمله النهارده. فلازم تبصوا على التكنولوجي دي.
طيب تعالي معايا داون جريد بقى على الناس كلها بتبص على البروجرامينج لانجويجز، البيزنس هتكلموهم ازاي؟ فانا هعمل احسن ماشين ليرنينج موديل يا انسان، بس انا مش عارف اقول لهم يعني ايه accuracy precision recall. هو ايه الايفالويشن ماتريك؟ لازم تفهم statistics، لازم صح. تفهم هو ايه الكوريكت ايفالويشن ماتريكس للموديل بتاعك. ساعات كتير جدا هقول لك بميديكال اكزامبل اكشلي، الكمبيوتر فيجن دلوقتي المودلز اللي هي بتاعت بريست كانسر، هل انت عايزه accuracy ولا precision ولا recall؟ هل انت عايزه تطلعي ان الست اللي فعلا عندها بريست كانسر في الكمبيوتر فيجن موديل، اهو احنا بنتكلم عن الاي اي وماشين ليرنينج، واحده تفلت منكم كان فعلا عندها بريست كانسر وعايزين تطلعوا 10 ما كانش عندهم وتقولوا ان عندهم؟ انتوا عايزين تطلعوا ال10 ان هم ما عندهمش، بس عمر ما يفلت منكم واحده كان ممكن تتعالج بسبب الكمبيوتر فيجن. فهنا it's not just about AI evaluation metrics, it's also about ethics. انت كبني ادم اتعلم يعني AI hallucinations، فدي it's not technical. اتعلموا يعني ايه ethics، AI ethics كمان. يوروب حلو قوي في الحته دي، ان هي دلوقتي بتتكلم ان انا مش هبين الكاستمر انفورميشن بتاعي بره اوروبا، فلازم ان الكاستمر انفورميشن بتاعي يتسيف في سيرفرات جوه اوروبا ما يطلعش براها. فده كاستمر بريفليج، اعرفوا كويس قوي، عشان انتوا هتتعاملوا مثلا اي حد بيتعلم هيتعلم جيت هاب، هيروح على الريبو، هيتعلم على التايتانيك داتا سيت، كل الناس طبعا بتتعلم عليها اول حاجه. مش عارفه ليه. يعني احنا بنغير السنين، بس هي داتا سيت رقم 1. انا بسمع على الداتا سيت دي من وانا يعني من 7 سنين 8 سنين كده، اللي هو ما فيش حاجه تانية خالص غير الداتا سيت دي. يا سوا لازم تكون عدت على اي حد، انا عدت عليا ايام الاي تي اي برضه. هتلاقي بعد كده الحد اللي عايز يتعلم كمبيوتر فيجن في داتا سيتس، حاجات راديولوجي، في حاجات تانية. عايزه اقول لك في التكنولوجي كومبانيز، او هقول لك اكزامبل اجريكلتشر. انا اعرف داتا ساينتست فريلانسنج جوب كان لاستراليان فارم، من المهمه بتاعته ان هو كان في كاميرات في المزرعه هم بيحسدوا الطماطم والذره، وعايزين يعرفوا ايه الطماطم اللي هي لسه ما كبرتش، يعني سواء هي بقى طماطم حمراء لسه خضراء، طيب هي اتخبطت ولا لا، عشان الفارم دي كانت كلها اي او تي ديفايسز، انترنت اوف ثينجز. فهم كانوا بيجمعوا كل ده اصلا الكترونيك، ما فيش ناس شغاله في الفارم. هو داتا ساينتست بقى عمل ايه في الفريلانسنج جوب بتاعته؟ كان الكمبيوتر فيجن بيتفرج يعني الكاميرا على الطماطم وهي معديه على زي يعني ستراند كده، ويا اما يروح يمين ان هو فعلا اتس فريش وينفع ان هم يصدروها او يبيعوها، فيرسس الشمال لا ده تراك تاني. نفس الحكايه في الذره. طيب انت متخيله ان داتا ساينتست بيعمل كده؟ ده اندستري اجريكلتشر عادي في اي مجال انت تتخيليه. هي الفكره ان يروحوا يدوروا ايه اللي هم نفسهم فيه. في ناس بتحب اندستريز معينه على فكره، في ناس بيحبوا البانكينج اندستري. انا مثلا عندي ايشو مع البانكينج اندستري بالمختلف بتاعه، ممكن ناس تانية ما يكونش عندهم المشكله دي. فلازم دول زي ما قلت لك مثلا الجوفرننس دي بالنسبه لهم تبقى حاجه مهمه. يبصوا على الفاينانشال انستيتيوتس، ويعني ايه اصلا بانكينج اندستري، مش بس كمان ناحيه حوكمه، بس في حاجات معينه ethics and compliance هم بيدرسوها كويس قوي. هو في الاخر بحس ان الداتا ساينتست يعني متهيألي اكتر واحد ممكن يعني من اكتر الناس اللي لازم تكون فاهم الاندستري حلو جدا وقاري عنها كويس، علشان تقدر تحدد الفاكتورز اللي هتدخل معاك في الموديل او مش هتدخل معاك. يعني انت ممكن تعمل اجنور لفاكتور يضيع لك خالص الموديل، ما يطلعش اي حاجه، او في الاخر الموديل بتاعك اتحط في الدرج ما يستخدمش لان هو فعلا ما فاتش او ما ادانيش الاكيوريت ان اقدر يعني استخدمها او اعتمد عليها. ولازم تعرفي كمان حته الانترناشونال بزنس وايكونومكس. حلو جدا. طيب انا عايزه بقى اختم معاكي بحاجه مهمه بالنسبه لي جدا. ايه اكتر كود انت بالنسبه لك، او مثلا نصيحه، اكتر اي حاجه بتحطيها كده قدامك تقولي بتفكري نفسك كل شويه بيها؟ اوكي.
بصي هو في كوت بالنسبة لي أنا مشهورة بيها قوي، حتة أسوأ جريمة ممكن تعملها في حق نفسك هو إنك تضيع عمرك في التعايش مع أوضاع أنت مش قابلها لمجرد إنك متخيل إن مفيش بدايل أو لإنك خايف من البدايل. أنا دي بالنسبة لي it gives me strength الصبح لما أنا أقراها وافتكرها إن يا جماعة اسعوا وربنا هو اللي في إيده الحاجات التانية. بس أنا طول عمري على فكرة overthinking، وطول عمري ساعات ممكن أوقف نفسي من حاجات حلوة في حياتي بس عشان أنا خايفة منها، عشان أنا بنت ما ينفعش أعمل حاجة، عشان أنا مسلمة ما ينفعش أعمل حاجة، عشان أنا مصرية ما ينفعش أعمل حاجة. ليه أنا ما أعملش مايند شيفت تاني وأقول إيه اللي ينفع أعمله؟ فأنا دايما كنت ببص إيه اللي ما ينفعش أعمله، إيه اللي ينفع أعمله، أروح أفتح أبواب، وسبحان الله ربنا هيفتح الأبواب السكة دي، هيلاقي في حد بيمسك إيدك وبياخدك في السكة دي out of nowhere. انت كل اللي بتعمليه اللي انت بتسعي صح. السعي بالظبط. انا بجد مبسوطه جدا من يعني كلمت اساسا كنت وحشاني يعني فبقالنا كتير وانت يعني، جدا يعني بقالنا سنين. فسعيده جدا ان احنا جددنا كده يعني التواصل، وبجد كنت من احسن الناس اللي اتعرفت عليها. انا اسعد يا انسان وميرسي جدا على اللي انت استضفتيني. يعني بصي انا كمان فخوره بيكي جدا على اللي انت بتعملي الحاجات دي، وزي ما انت بتقولي انت اول ما انت كلمتيني انا كان بالنسبه لي انت عايزه تكلميني انا، وانت كمان كلمتي فتيحه طارق، الناس دي كمان من اورنج، يعني ناس تقيله احنا اشتغلنا معاهم. وفعلا هي الفكرة it's all about the network، وإن الروح الطيبة أنت بتطلعي من مكان مهما إن أنتوا اتفرقتوا ورحتوا في مكان فين في الدنيا في العالم، بس الناس دي عايزة زي ما احنا قلنا تمسك من إيدك وتطلعك من فوق. مفيش حتة الغيرة، الناس دي عايزاكي توصلي تبقي مدير، أو لو أنت مش عايز تبقي مدير تكنيكال ليد، توصلي وتحققي حلمك. ده بس اللي كان مهم. وفعلا انت من الشخصيات الجميله اللي انا نفسي جدا ان احنا نرجع تاني نشتغل مع بعض، واللي هو كوبايه الشاي باللبن اللي بنشربها الصبح مع بعض على المكتب دي عادي، نعمل مزاج قبل ما ندخل نعمل اي كودينج مش مشكله. بس فانا يعني شكرا جدا ان انت استضفتيني، ويا رب تكرر تاني ان شاء الله ان شاء الله. ماشي، ننهي نهوت ونقول السلام عليكم.